نجاح 4 آبار بترول استكشافية جديدة في الصحراء الغربية في إضافة حوالي 4500 برميل بترول يومياً و2.6 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، في خطوة لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد طبقاً للي أعلنته وزارة البترول. الوزارة وضحت إن شركة ثروة للبترول سجلت كشف جديد في بئر بمنطقة شرق أبو سنان بإنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يومياً، مع استمرار اختبارات تقييم حجم المخزون. أما شركة خالدة للبترول فحققت كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يومياً ونحو 1.7 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وده في منطقة تنمية مطروح. وسجلت كمان شركة برج العرب للبترول كشف في بئر منطقة تنمية أبو سنان بإنتاج 1305 برميل بترول يومياً و0.9 مليون قدم مكعبة غاز مصاحب، مع تجهيزات حالية لربط البئر بالإنتاج.